اتهم الفنان المغربي حسين بنياز وزير الشباب والرياضة بالسرقة الأدبية بعدما عرض الفنان المغربي مشروع برنامج للمواهب الشبابية على وزير الشباب والرياضة محمد أوزين خلال لقاء جمعهما، ليتفاجأ الفنان المغربي حسين بنياز بعرض فكرة برنامج المواهب الشبابية على قناة ميديا تيفي بدون علمه ولا إخباره. اولا هذه كانت مناسبه ديال تبوريده اللي كان دارها السي عبد الحق الحداوي البرلماني، دارها في ولاد حدو، وكان واحد حفل غداء قبل انطلاق الحفل ديال تبوريده. ملي سالا حفل الغداء تلاقيت مع السي أوزين وزير الشباب والرياضه. السلام عليكم. وعليكم السلام. قلت الله يبارك فيك السيد الوزير، راه عندي واحد الفكره على انه خصني ندور يعني ندير واحد يعني نخلقوا واحد النشاط ينظر الشباب، راه مهجوره، كاين ولاد الشاب كاين فيهم مواهب، غادي نخرجوهم ونبينوهم ونعطيهم فرص ضد الانحراف. ويقول لي وضد التشرميل. قلت له ضد التشرميل بطبيعه الحال. قال لي اتصل به الاسبوع المقبل. اتصلت به الاسبوع المقبل ما كيجاوبنيش. من بعد كنلقاو التليفون كيجاوبني الريبوندور. واخا دازت واحد الشهرين فاذا به كان تنشوف في ميديا ان تيفي السيد الوزير كيتباهى وكي انه جاء عنده واحد الشاب صغير وقال لي علاش ما تهلاش لينا في دور الشباب وكذا، باللي وزعموا وداروا واحد اللجنه وعطاها المشروع، عطاها لواحد الشركه ديال الانتاج وداروا فيها كريمو وداروا فيها شي صقلي واحد الممثله كوميديا ديال الشمال، وبداو كيديروا الجوائز، والجائزه الاولى 20 مليون والوزير كيتباهى. وكنشوف الفكره ديالي ها هي عيط لي. وأضاف حسين بنياز أن الوزير لم يكلف نفسه العناء للرد على اتصالاته الهاتفية المتكررة واتهمه بالتشرميل. ليه ما جاوبنيش، صيفط ليه ميساج مع 3 الصباح لأن ما نعش، لأن ديك الليلة كنشوف البرنامج شت الموضوع ديالي والمشروع ديالي. سي أوزين الوزير الشباب والرياضة صيفط ليه، جاوبته بواحد الميساج صيفطو ليه كنقول ليه سي أوزين ليلة سعيدة، ليلة غتكون ناعس وغدا مع الصباح ملي غتفيق راه غتقرا هاد الرسالة اللي كنصيفطها لك في اس ام اس، ولا راه كنقول لك دابا في هاد الاس ام اس السيد الوزير شرملني الوزير شرملني، هو شرملني، هو قال لك ضد الشرميل، هو شرملني. أخير اتهم الفنان المغربي حسين بنياز وزير الشباب والرياضة محمد أوزين صراحة بالسرقة. أخرى هو شفرني، هذا هذه سرقة. شكون هذا الوزير؟ لوزير أوزين، لا زين لا مجيب كري كيف كيقولوا. وهذا اتهام خطير حق وزير مؤسسة دستورية. مؤسسة وكانت مؤسسة يحترموها، يجب عليه أن يحترموها، وأنا كفنان أتحداه. اش كيقول البينة على الداعي ياك، على المدعي ياك، واليمين على من نكر. لا واش انت في هذه الحالة غادي تلجأ للمحاكم من أجل متابعة السيد الوزير ولا الشركة ولا شنو غادي دير؟ أنا المهم نطلع ونقول الحق وغندعي لسيدي ربي وسالات.